صباح الخير، صباح الفل على كل الزملكاويه. انا بس هطلع اتكلم وكلامي لمجلس اداره نادي الزمالك. انا مهما كنت اختلفت ومهما بختلف باجي عند قرار معين انا بقول اوكي، انا في ظهر المجلس ما دام بيرد كرامه نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك، المساله مش مساله انك ما تلعبش ماتش، لا، المساله ان حضرتك ما تكملش بقيه البطوله، انت مش هتكمل الدوري. ان هم بقى يقولوا انا مش هاممني، وعلى فكره مش بقول كده عشان كلام واحد زي مدحت شلبي، اصلك انت لو كملت يبقى انت كنت بتهرب من ماتش. انا ما بهربش يا حبيبي، انا ما بهربش وما بخافش، ولا هعمل ده كله علشان انا خايفه اقابل المنافس بتاع حضرتك. انسى الكلام ده نهائي نهائي. بس انت دخلت معركه فلازم تنتصر فيها للنهايه. ولو عملوا ايه، اولا هم البيان اللي هم مطلعينه الرابطه، هي الرابطه دي صفاتها ايه؟ هي الرابطه دي مين اللي انتخبها؟ هو انت بتدافع عن الانديه اللي انت رئيس رابطتها، ولا انت جاي عشان تعمل عقوبات على جميع الانديه وتدلع نادي بعينه؟ هو انت لما تبعت جواب للمنافس وتقول له ان الماتش اتلغى لاعتذار نادي الزمالك، كاتب اعتذار في البيان اللي انت بعته للنادي الاحمر انه اعتذر نادي الزمالك ولظروف قهريه فالماتش مش هيتلعب، تيجي اول ما خلاص المجلس خد القرار تبعت جواب عكس اللي انت بعته اعتذار وتقول ده انسحاب، واي حد خد قرار الانسحاب هيتعاقب. اللي هو هتعاقب مين؟ هتعاقب اعضاء مجلس الاداره، هتروح تسالهم مين اللي خد القرار بالاجماع، هتعمل ايه؟ هتخصم من مرتباتهم وهو ده شغل تطوعي، ولا هتعاقبهم ما يحضروش ماتشات زي ما كنتوا بتعملوا ايام مجلس المستشار مرتضى ونقول هتعملوا ايه؟ وانتوا هتعملوا قد ايه؟ لحد امتى الظلم ده؟ الاول كانت اللجنه الاولمبيه على مش عارف مين ده مش هيحضر ماتشات، ده مش هو انتوا على طول الزمالك فاكرينه انه مثلا ملوش جمهور، انه حيطه مايله انكم تتحكموا فيه، تقول انا هعاقب مجلس الاداره وبعت الجوابات اللي بعتها للنادي المنافس بانه اعتذار ويبعت عكس الجواب ده ويقول انسحاب، ده جواب ضدهم، ده جواب ضدهم، لانهم بيكيلوا بمكيالين. وبعدين اصل انتوا مش راضيين تنفذوا طلبات الزمالك. اشمعنى الانديه لما جت طلبنا احنا المره اللي فاتت حكام اجانب قلتوا لا وثقه وحكام مصريين، جيت اطلع بيان والتحكيم وانذارات وتهديدات وهنجيب حكام اجانب، هوب وافقتوا؟ لا لا، الزمالك ما هواش الانديه كلها. هو انتوا جايبين الرابطه دي عشان تعمل ايه يا جماعه؟ ده ما فيش حد بيتعاقب غير الانديه كلها. اي نادي فيه لاعب بيخطأ بيطلع القرار بالعقوبه في نفس اليوم. الاتحاد ده كله اخطاء. الشيبي لما ادوله العقاب سكت وراح اشتكى في المحكمه الكاس وخد حكم بانه يرجع يلعب وما يتوقفش، لان هم ما بياخدوش قرار صح. فهنا مجلس اداره الزمالك انت مش هتكمل بقيه المباريات الا لما يغيروا المنظومه اللي خلاص الكل طفح فيها، ومش هنكمل ويورونا انتوا هتعملوا ايه وانتوا صعدوا. هو ايه اللي احنا بنخاف على السمعه والرياضه في مصر؟ هي دي رياضه؟ هي دي الرياضه اللي انتوا عايزينها؟ تهديد وترهيب مش ممكن، واوامر البرامج كلها اصلك لو كملت بقى يبقى انت خايف، اصلك لو كملت يبقى انت قاصد. هو ايه يا ماما؟ هو على العو، ما هو مغلوب الماتش اللي فات وكسبان اخر ماتش بالعافيه، ده مش عو، ده اسطوره انتوا اللي عاملينها. النادي الذي لا يقهر، انتوا عايزين دوله ما فيهاش غير نادي واحد هو المتحكم الكلي على جميع البطولات، ياخد دوري وياخد كاس ويتدلل وما يلعبش ويتاجل له. جرى ايه؟ جرى ايه ده؟ انت احنا بنخاف، هو خايف من بيراميدز. انت ما لعبش ماتش بيراميدز اللي والحالي ليه؟ ما لعبش بتاع الدور الاول والدور الثاني ليه؟ ده انتوا يا راجل من ايام ما كان تركي ماسكه، ده انتوا ما لعبتوش ماتش بيراميدز اللي لما كينو ده مشي ومش عارف مين وخربين وبتاع عشان كنتوا خايفين. هو انتوا بتحاولوا تبينوا للناس انكم البطل اللي بيطلع نار من بقه والناس خايفه واعلام ماشي وراهم بيطبل لهم. انسوا بقى، انسوا. وهنا مجلس اداره الزمالك جماهير وراك لو فضلت على موقفك، مش مساله مباراه واحده. احنا ما بنخافش. لو الرياضه في مصر بالنظام ده تفصيل وترهيب ونادي يختار الفرقه اللي هيلاعبها والفرقه اللي مش هيلاعبها وامتى والساعه كام ويوم ايه وازاي وليه والدوري يقف واللعب يقف، يا راجل ده ما بيلعبش في اي بطوله دلوقتي وبيتاجل له وبيلعب براحته.
ده كل الاعلام في جيبه، ده احنا طهقنا بقى. مجلس اداره الزمالك دي رساله، جماهير الزمالك بتقول ما نكملش، وقلت لكم امبارح هننزل دوري الدرجه الرابعه، ورونا هيعملوا ايه، وجواباتهم دي متناقضه. انتوا تشتكوهم في الكاس بالجواب اللي باعتينه للنادي بيقولوا اعتذار، وانتوا من اول مفيش، ده القرار اتاخد، ده انتوا قعدتوا عشان موضوع كهرباء شهور تدرسوا هتعملوا ايه، تدرسوا هتطلعوا تقولوا ايه دلوقتي بقى. اصل احنا قررنا واحنا ده انتوا ما كملتوش يعني، ده يعني مفيش، وانسحاب وعقوبه كل اللي خد القرار. بتعاقبوا مين يا ابني؟ انتوا بتعاقبوا مين؟ بتعاقبوا اعضاء مجلس اداره؟ انتوا مين اصلا؟ انتوا مين اصلا؟ كفايه بقى، انتوا شوهتوا عقول الناس، انتوا خليتوا في جماهير كامله ما بتعملش حاجه غير تحفيل، ما يهمهاش النقط، بيباركوا لبعض ان هم خدوا 3 نقط بقى بطريقه لعب مش بلعب. عملتوا يعني انتوا خلقتوا ناس ما بتعرفش يعني ايه منافسه ولا ايه رياضه ولا إيه. هو عافيه، ناس ما بتتكلمش في فنيات، اعلام ما بيتكلمش في حاجه يعني. كفايه سمعه الرياضه في مصر، كفايه اسوأ فتره زمنيه للرياضه، اسوأ فتره زمنيه. ايه يا جماعه انتوا ما بتخافوش؟ انتوا كلكم بتشتغلوا تبع النادي، انتوا ما بتخافوش يوم تقابلوا فيه ربنا؟ انتوا ما بتخافوش تقابلوا فيه يوم ربنا هتقولوا له ايه ده؟ انا منتظره نشوف الزمالك لا بيخاف ولا من ماتش، ولا اصل احنا اهديناهم ال3 نقط بلا 3 نقط ولا مش 3 نقط. اقسم بالله خايفين يقابلوا بيراميدز. احنا بنحارب ظلم بين. انا في انتظار قرارات مجلس الاداره، مفيش تكمله، ويعملوا اللي يعملوه واشتكوا في محكمه الكاس. هو حسين الشيبي لما راح يشتكى حصل حاجه؟ لكن احنا ما نتهددش يقول لك اصل المجلس وهيتعاقب. انتوا بتكلموا اطفال، انتوا بتكلموا نادي ملوش جمهور. بقيه الانديه بقى انتوا مبسوطين بكده، عيشوا. انتوا عباره، احنا الدوري في مصر عباره عن ايه؟ هو واحد بطل والباقي كده لهم ادوار، واحنا اللي نختار الدور التاني. انت طالع بدور ممثل، دور تاني، دور تالت، كوميدي، تقول افيه. معقوله كده رؤساء انديه بتطلع تطبل لهم؟ ده بتاع سموحه بيطلع يجيب اخبارهم عنهم. ايه يا جماعه احنا عرفنا بقى، ما تفوقوا شويه، فوق على المنظر وعلى الشكل وعلى اللي بيحصل بصراحه. ايه ده؟ انا عايزه القرارات، وانا مع قرارات عدم اللعب تاني، ويورونا هيعملوا ايه، يهبطونا بقى، يعملونا. هتعملوا ايه؟ هتعاقبوا مجلس اداره؟ هتشيلوهم وتجيبوا لجنه؟ ما كفايه بقى، شكلكم وحش. جماهير الزمالك انت ورا ناديك وكرامه ناديك ايا كانت. اللي جاي طلباتنا عدم تكمله المسابقه. خليهم بقى قاعدين، الناس اللي هم محافظين عليهم مش عايزين يرجعوا في كلامهم ومش عايزين يعملوا اي حاجه خلاص. ان شاء الله اللي جاي هيبقى كويس طول ما احنا الزملكاويه ورا نادينا وكرامه نادينا بس. ونقطه من اول السطر، مفيش تكمله للمسابقه الا لما نشوف ويورونا العقوبات اللي هيعملوها ونصعد ونهبط. لكن بعدين تقولوا احنا هنعاقب كل اللي خد قرار. ده قرار بالاجماع، ده مش قرارات فرديه زيكم. انتوا بتطلعوا كل واحد يقول قرارات كده وتتمللوا. ده مجلس اجتمع وقال قرار بالاجماع. هتعاقبوهم بتعملوا ايه؟ هتمشوهم؟ انتوا كل شويه مشوا مجلس، حطوا انتوا بمساكوا. خلاص ما تخلوها يا اخي دوله لفريق واحد هو اللي بياخد جميع البطولات، واللي يقبل على كده هو حر. الانديه التانيه بتجيب اصلا لعيبه ليه؟ بتدفعوا فلوس ليه لما هي معروفه من اولها هيحصل ايه؟ انا مستنيين لما نشوف ايه القرار، وان شاء الله باذن الله طالما القرار مش هنكمل المسابقه ويعملوا اللي يعملوه وتصعدوا وتشتكوا، احنا في ظهركم.